كده مين يتحمل نتيجة اللقاء؟ أول حاجة الإدارة اللي جابت ريبيرو وخدت ريسك كبير قوي بمدرب زي ده مع الفريق اللي أنت جايبه ده. أنت عامل زي اللي جايب عربية فيراري والسواق اللي بيسوقها سواق 28. جاب فريق جامد جدا بس جايب لي مدرب مش على طموح الفرقة دي خالص. بس في الماتش النهارده هتحمل مين المسؤولية؟ اللعيبة 100%. اللعيبه بعد الهدف الاول وبعد الهدف الثاني مفيش اي ردة فعل، مفيش تفاهم، مفيش باص. لعيبه عاله. لازما النهارده يبقى في قرصه جامده من الاداره وقرار النهارده قبل بكره ريبيرو يلا حرب. مفيش بقى اجتماعات ومفيش هنصبر وهنهد وهنعمل. في 3 اسابيع دلوقتي للمنتخب، هتمشيه اللي هيمسك عماد النحاس هيدرب لغايه يناير تكون جبت حد. خلاص انت كده كده عليه العوض في اول الدوري 4 مطوشه، كسبان ماتش ومتعادل ماتشين وخسران ماتش. عندك 5 نقط من 12 نقطه، مضيع 7 نقط. اي نعم احنا لسه في اول الدوري، بس انت خلاص يعني بعدت جدا عن الزمالك وعن بيراميدز. بيراميدز 8 نقط دلوقتي، الزمالك 12 10 نقط. انت ما بينك وما بينهم الاثنين واحد 3 نقط واحد 5 نقط. وكمان المواجهات المباشره لصالح بيراميدز دلوقتي. فاللوم على الاداره ثم على ريبيرو ثم على اللعيبه المتخاذله. لنا الله.